هذا الكاهي ما يناكل بدون قيمه؟ يعني ما تقدر تاكله مع بيض مثلا؟ الزنود تلاقي طوابير بالعراق. شو احسن محل زند هناك؟ الاسم الاساسي يسموه دهينه ابو علي. بقلاوه تركيه؟ ايه يعني مو بقلاوه عراقيه. والله هذا سؤال صعب. ليش ثانيه السلام عليكم. ما شاء الله اليوم نحن في مخبز وحلويات الرباط، وما شاء الله اليوم معانا مصطفى صاحب المحل. اهلا وسهلا. وصانع محتوى. بتحصلون رابط المخبز وحلويات اسفل الفيديو، وحتى مصطفى عنده قناه تابعوه ما شاء الله، بتحصلون رابط القناه اسفل الفيديو، اسفل الشاشه. اسفل الشاشه. واهم شيء قبل لا نبدا الفيديو احنا جايبين لكم حلويات منوعه من المطبخ العراقي. اليوم الحلقه حتكون كلش حلوه من كثر الحلويات الموجوده. اي والله مبينه ما شاء الله، بس وايد ما شاء الله. يعني المطبخ العراقي عنده، انا ما توقعت عنده كثر حلويات. لا عنده والله وايد. انا صراحه عامل لي مطبخ ثاني الجزائري وعندهم ممكن ألف نوع. ما شاء الله انتم عندكم انواع اكثر من شيء. اي نعم، بس احنا اختارينا النبذه مالتهم يعني حتى تذوقها حضرتك ونوريها للجمهور. ما شاء الله ما شاء الله. واهم شيء الغالين، اهم شيء هالفيديو تعملوا له لايك وتشيرون الحلقه. لازم وان شاء الله في هالفيديو نوصل قناه 300,000. احنا محتاجين 300,000. سهله هاي. اي سهله ان شاء الله ما يقصرون الجماعه وياك. ما يقصرون. حلقه نوويه لازم. حلقه نوويه ان شاء الله. هذه بقلاوه صح؟ هذه لا قبل البقلاوه هذا الكاهي والجيمر طبعا. هذا الريوق العراقي الستاندرد. هذا الشيخ شيخ الريوق العراقي. الكاهي والجيمر خصه يوم الجمعه. لازم وما شاء الله عندنا كاي وجيمر. عندنا البقلاوه عندنا الكليتشه. هذه لازم بكل بيت متوفره، العصريه ويا الشاي بالعيد لازم يعني. اوكي. وهذا شو؟ عندنا هاي كل وشكر بقلاوه. اي نعم، اول مره اسمعنا كل وشكر. شوف ما شاء الله اسمها كل وشكر. ما شاء الله حلو. حتى الاسامي جميله. لازم. وهذاك شو ما شاء الله. بقلاوه عراقيه. بقلاوه عراقيه مالتنا تكون بالدهن الحر. اللي هو السمن الحيواني، عارفه انت. حلو. فيعني تعطي طعم كلش طيب. وهذا عندنا حلاوه جزريه بالجوز من الجزر. جزريه من الجزر. من الجزر. اوكي ما شاء الله. وعندنا حلاوه دهنيه او يسموها دهينه ابو علي. هذه روعه. انا اكلتها قبل وروعه. هذه مشهوره بالنجف. النجف هي وهذه زند الست. لا زنود الست. ليش سميتوها زنود الست يعني؟ زنودي هي زنود الست. زنود الست. وهذا قلت لي شو هذا؟ الله هذا مال الجيل الاول. هذا الجيل الطيبين احنا نسميه. مثل شيء كان عندنا قبل، شو اسمه؟ ارسي. مثل شيء مثل ارسي كان عندنا قبل. نعم. هم هسه هذا. وعندنا ميشن وسينالكو. هذا مال الجيل الطيبين. سينالكو. هذا مشروب غازي بطعم الليمون. وهذا طعم البرتقال، فيتامين سي. ميشن ما شاء الله ايام زمان يعني. شوف العصاير القديمه عندك. وهذا ما شاء الله الكاهي. وهذا الجيمر. نعم. الجيمر هذا من الجاموس. حليب الجاموس. نعم. حليب الجاموس. تعرف انا الدبس الجاموس. نعم. كنت الدبس هذاك الاسود. الدبس كنت افتكر الدبس جاموس. لا هذا الدبس عادي. دبس تمر. نعم. هذا من حليب الجاموس يسموه الجيمر. نعم. الجيمر انتم تسوونه هني؟ احنا نسويه. ما شاء الله جميل. اوكي. الحين طبعا عشان تاكل الجيمر هذا شو هاي الاثنين؟ هذا الشيره. وهذا الشيره بعد؟ نعم. اوكي. صب الان الشيره عليها. الشيره تكون اوكي. حاره، لازم حاره تكون. حتى هذا يذوب بيها. اوكي. وبعدين بالخمس هيك. اوكي. لا خاشوقه ولا سكينه ولا اي شيء. بسم الله. بالخمس يعني. ما شاء الله. شو الله. هو الجيمر العادي ولا مو بالجيمر العادي؟ لا مو بالجيمر العادي. حليب جاموس. بسم الله. يا سلام. هذه هيك. بس هذا شنو السعرات مالته كلش قويه. مشكله هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. سعرات شو؟ سعراته قويه. الرجال عامل دايت. حبيته صراحه. بالعافيه. حبيت. الحين مو مثل المشلتت المصري. الله هذا غير. هذا نفس الفكره بس مو مثل المشلتت، يختلف. الله. يا سلام عليك. يا سلام.
موسيقى. هم تلاقي الاسمين سوريا، يعني ما تلاقي بس كاهي. كاهي والجيمر. يعني هذا الكاهي ما يناكل بدون جيمر؟ يعني ما تقدر تاكله مع بيض مثلا؟ لا ما يتاكل. هو حلو سويت. حط عليه شيره هاي يصير حلو. لازم الكمامه ملتصق وياه بعد. لا والله حلو، رقم واحد ما شاء الله. هذه بقلاوه تركيه يسموها. هاي بقلاوه تركيه؟ يعني مو بقلاوه عراقيه. هذا سؤال صعب، ليش ثانيه؟ اوكي، هذه بقلاوه ما شاء الله. اوكي، هذه البقلاوه. اوكي، عندنا احنا الاتراك، هذه تنشال بالايد اول شيء. اوكي، وبعدين يتركب عليها الجيمر او ايس كريم. الاتراك يركبون ايس كريم، انتم تركبون جيمر؟ احنا نركب جيمر لازم. اوكي ما شاء الله. فانت تخيل يعني شستق حلبي ودهن حر وجيمر وشو بعد؟ وشيره والدنيا محترقه. والدنيا محترقه. حي الله باهل العراق. الله يخليك. يا سلام. هاي وبعدين؟ هاي بسم الله. الله. طحها هيجي. اوكي. يا سلام. حلو. الله. طبعا هاي الاشياء تسوونها فرش؟ ها؟ اي طبعا لازم موجوده هنا نسويها. ما شاء الله. بعدين بسم الله. الذوب حلو. عجيبه. هذا الموسيقى. والله يعني تناغم. ها؟ حلقه حلويات. هذه الزود الست تعتبر عندنا سيجنتشر بالعراق. ما شاء الله. يعني لازم بكل بيت اكو خاصه بعد يعني برمضان بعد الافطار لازم زنود الست. ما شاء الله محلات الزنود تلاقي طوابير بالعراق. شو احسن محل زند هناك؟ الحمداني معروف. ما شاء الله. الحمداني يعني شيء فظيع رهيب. زين يلا انت وياي. يلا بسم الله. بسم الله. انت شوي طويله زنود الست. نعم بس احنا صغرنا عند الزباين يحبوها صغيره هيك لقمه واحده. لقمه واحده. بسم الله. بسم الله. الله. رهيبه، اقسم بالله رهيبه. بالعافيه. والله مع اني اكلت من ايام تعملون شيء. هاي سيجنتشر عراقي. اي نعم. هذه تكون محشيه بالمحلبي. بنكهه طبعا. الله. وهذه شو اسمها؟ هذه حلاوه دهنيه. حلاوه دهنيه. دهينه لها كذا اسم، وهم الاسم الاساسي يسموها دهينه ابو علي. دهينه ابو علي. هذا المحل هو بالنجف، محل جدا مشهور فتسمت باسمه. هو اشهر واحد يسويها، واهل النجف يعرفون طبعا. دهينه ابو علي. ما شاء الله. فالحدث اللي بتسميها باسمه يخابرني واحد قال دهينه ابو علي. الله. اي والله. وهذه انت تجيبونها من؟ لا احنا سويناها. انتم تسوونها؟ حلو. وهذا كيف ياكلونها؟ هذه بالخمسه. احنا كلها بالخمسه. كلها بالخمسه. اوكي تفضل. انا باخذ اكبر وحده عاد. والله انا اخذ. بسم الله. ما شاء الله. يا شاي. اقسم بالله شيء ولا في الحلال. اللي ما اكل حلويات الدهينه هاي نص عمره ضاع. اي والله. ان شاء الله بزور العراق قريبا وتروح خصيصا لابو علي. خصيصا. عجيبه. رهيبه. بالعافيه. بس اظني ما ياكلونها كامله. وهذه ما شاء الله هذه حلاوه جزريه من الجزر. من الجزر محشيه جوز. اوكي. هذه عراقيه. هذه عراقيه يعني انا عارف ان يعني في بلدان ثانيه يعملون الحلاوه من الجوز مثل الهنود يعني. نعم. بس هذه عراقيه الاصل. عراقيه. اوكي. عراقيه محشيه جوزيه. اكتبوا لنا في التعليقات اذا له اسم ثاني. لا هي حلاوه جزريه. اذا عندهم اسم ثاني يضيفوه بعد نتعلم من عندهم. اوكي حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. جميله. فيها هيل. لازم. الله. شو طعم الهيل كلش باين. شو هالفن، شو هالاداء، شو هالجمال. كل وشكر. هذه بالعاده عندنا مطعم يعني شو اسمه؟ كل وشكر. شو اسمه؟ كل واشرب.
اوكي. هي بالعاده تكون كبيره، لكن احنا طلب من الزباين قمنا نصغرها حتى تكون اسهل، يعني 1 بايت حلو. طيب تصير. شو قلت لي اسمها؟ كل وشكر. كل وشكر. سبحان الله ما شاء الله، يعني اسمها حلو كل وشكر. كل وشكر هم بالدهن الحر طبعا. وشو مكوناته؟ دهن الحر، فستق حلبي طبعا، يعني نكهه الشيره الخاصه الاسم يعني. الاسم غريب شويه، اذا في اسم ثاني اكتبوا لنا في التعليقات. اكتبوا لنا اي والله ضروري. يلا بسم الله. بسم الله. هاي صغيره حلوه، صغيره ما تحس بيها. بسم الله. الله حلوه وخفيفه. حلوه. شو اللي فوق الخضار هذا؟ فستق حلبي. فستق حلبي والله محلينا. حلو والله ما شاء الله. هاي تقعد هيك وياك مي بارد او شاي بدون شكر، تاكل لك 5 6 7 رهيبه وانت مرتاح. كل وشكر. كل وشكر رهيبه ما شاء الله. كل وشكر. هذه الاوبنر المفتاحه. فتاحه ولا شو؟ احنا نسميها مطقاقه. مطقاقه اللي تطق. ما شاء الله، حتى هذا حصلتوا له اسم. مطقاقه. لازم مطقاقه. بسم الله. هذا ترابي من العنب. عصير من العنب. اوكي. ايام الجيل الطيبين. ما شاء الله. عندكم نفس اللي في العراق ولا يختلف؟ لا نفس العراق. نفسها؟ نعم. بسم الله. الله. زبيب. زبيب. عنب زبيب. زبيب غازي. ايوه. اول مره اشرب زبيب غازي. ما عندكم من عندنا هنا؟ ما شاء الله. لا زبيب غازي لا. وهذه الكليتش العراقيه. طبعا في كل بيت عراقي عندكم نخل. مو كل بيت. اوكي. بس عندنا النخل طبعا اكيد، والتمر. وتطلعون منه هذا؟ نطلع من التمر نسوي كليتشه. تسوون منه كليتشه. جميل ما شاء الله. الكليتشه، وهم طبعا عندنا بالجوز، وعندنا بالجوز هند. احب ام التمر اكثر شيء. والله؟ اي والله طيبه كلش. التمر خص هذا الشكل، طبعا هذه اشكال كلها اللي هي الستايل العراقي القديم، احنا بعدنا محافظين عليه. حلو. ومشتغلين باسمه هو بالضبط يعني. ما شاء الله. باوع يعني شوف صح؟ الله يعني شوف باوع عيني. باوع. اوكي. هاي بالغربيه يقول لك دحق. جماعه الغربيه دحق. اوكي. هذا بالتمر وهذا بالجوز. يلا بسم الله. الله رهيبه. تعرف اقول لك شيء؟ انا دقت كليتشه قبل، ما دقت مثل هاي. تعرف ليش؟ خبزتها طريه. الخبزه تي طريه ولا تي يابسه؟ طريه اطيب طبعا. هي من تقدم تيبس، كل ما تقدم. لا بس شو المفروض تقدم؟ لا تقدم طريه طبعا. طريه. نعم. والله حلو. حتى هاي طريه؟ حتى هاي طريه. جرب اضوها. اوكي. الله. لان دائما الذوق يابسه ما تعجبني. الله بالعافيه. والله روعه. هاي الكليتشه الطريه عجيبه. بالعافيه والله ما لها كلام. وهذا شو؟ هذا البقلاوه العراقيه، هي ابوهم، هاي يسميها ابوهم. يعني هذه اصل البقلاوه. اصل البقلاوه. يعني هاي مش العراقيه. لا عراقيه طبعا. عراقيه اصليه. عراقيه اصليه بنكهاتها بالدهن الحر طبعا لازم، والفستق الحلبي. اوكي. والنكهات والشيره، وحتى درجه السكر تختلف. درجه السكر احنا ما نسويها كلش حلوه. انتم عندكم ستايل خاص. اي نعم. حلو. بسم الله. بسم الله. رهيبه. انا ما كنت اعرف بحالكم من زمان. رهيبه. الله. والله الاصليه حلوه يا اخي. طيبه. ليش في تقليد يعني في متطور مثلا؟ لا اقصد هي الاصل، اصل البقلاوه يعني صار بعدين تغييرات اضافات. هذه بقت البقلاوه العراقيه بقت شكلها عجيبه صراحه. وهذا شو؟ هذا المشن. هذا همين. نعم هذا همين من مشروب منشنون الله يخليك. هذا مشروب جيل الطيبين. ما شاء الله. طعم البرتقال. يعني نفس الميرندا وهاي شغلات بس بالستايل العراقي. جميل. الحين همين صنع في العراق، انتاج عراقي. نعم. والله شوف يعطيك. يا سلام. فيتامين سي يعني. الله. طيب بالعافيه. اي طيب ما شاء الله. احلى جيل كان يشربوها. احلى جيل. وانتم للحين تشربونها؟ للحين طبعا لازم. ويانا في نهايه الحلقه، واهم شيء الغالين
ما شاء الله مصطفى عنده قناه الله يخليك. يعمل حلقات عن دبي، تعمل عن دبي نعم، محتوى سياحي. محتوى سياحي. بتحصلون قناته اسفل الفيديو، دخيلكم تدعمونه فزع. بتحصلون دعوات الوالده ما شاء الله. وبتحصلون بعد رابط مخبز الرباط وحلوياته اسفل الفيديو. واهم شيء تشيرون الحلقه، تكتبون تعليقات. انا اريد تعليقات وكومنتات نمويه، لازم نمويه اهم شيء. ومع السلامه. شكرا، مع السلامه.